مساء الخير، مساء النور، نتمنى تكونوا كامل بألف صحة وسعادة. اليوم نشارك معكم أسهل مملحات لشهر رمضان الفضيل بخبز التورتيلا. والحاجة المليحة في 10 دقايق نوجدوهم بدون فرن، يجوا مشخشخين ومفرمجين حتى للقلب. الحاجة الأولى اللي نبدأ بها هي الحشوة. نحط الزيت في المقلاة سخن، نضيف عليها صدر تاع الدجاج مقطع إلى شرائح، نقلب الدجاج ونغطيه حتى يتقلى لي مليح مليح. بعدها نزيد عليه حبة بصل كبيرة مقطعة مربعات، نخلطهم ونغطي عليهم ونخليهم يطيبوا. بعد ما ذبل البصل نجي نزيد عليه التوابل. انا استعملت كركم، كاري، سكنجبير وفلفل اسود، وبلا ما ننسى الملح. نخلط التوابل مع الدجاج ونخليه حوالي 2 دقائق. نضيف ملعقة صغيرة لاموطارد اللي تزيد بنة للحشو، وبلا ما ننساو باه يجي طري لازم نضيف عليه علبة كريم فريش. صدقوني هاد الوصفة بزاف بنينة. وفي هاد المرحلة نقصوا للنار باه الحشو ما يجيش ناشف. بعد ما ضفت كريم فريش حوالي من دقيقة نطفيو للنار. وكما راكو تشوفوا راني زدت ملعقة كبيرة جبن طاري، انا استعملت جودة يجي بزاف بنين. وفي الاخير كلمسة اخيرة ضفت كمية من فرماج رابي. هنا كنت طفيت للنار ونغطي على المقلاة باه يذوب الفرماج وتكون الحشوة تاعنا جاهزة. هنا جبت خبز التورتيلا، واللي بغات وصفة خبز التورتيلا نخلي لكم رابط الوصفة في صندوق الوصف، ضربوا طلع عليها. نجو نكملوا الوصفة. كما راكم تلاحظوا راني حطيت كمية من جبن طاري، انا استعملت فرماج جودة خاص بالساندويتشات. ضفت عليه كمية من الحشوة وفرماج رابي. نضيف عليه كمية من بطاطا مقلية، وهنايا اختيارية لكن انا نفضل نزيدها في الساندويتشات. نطوي الساندويتش تاعي من الجانبين ونلويه على شكل حبة تاع البورك ونحطو جانبا. هكا بنفس الطريقة نكمل نعمر كامل خبيزات التوعي. من جهة أخرى راني شعلت للنار، حطيت الطاجين يسخن. هنا الطاجين راه سخون، دهنته بالزيت. لازم الزيت باه يتحمروا وياخدوا لون شباب. ودوك تلاحظوا الحبات اللي حطيتهم في الوسط طابوا ما شاء الله، لكن الحبات اللي حطيتهم على الجناب كان ناقص شويه زيت، اي طابوا كي اللي حرقتهم النار. خصهم الزيت باه تجي فيهم هذيك اللمعه الشابه. وكي يطيبوني من جهة نعاود نقلبهم للجهة أخرى، نزيد نحمرهم الأربع جوانب. وما ننساش أيضا لازم نوقف الحبة تاعي من الفوق ومن التحت، نزيد نحمرهم أيضا. هذا الشكل النهائي لوصفة اليوم، نتمنى تكون نالت إعجابكم. وإذا عجبتكم ديروا لي جيم وخلوا لي تعليق شباب، جربوها وردوا لي الخبر. نتلاقاو في وصفة جديدة. السلام عليكم.